انا باكل بطني بتوجعني، بعد الاكل بطني بتموتني، ده اسمه ديسبيبسيا او عسر هضم. الناس فاكره ان عسر الهضم دوت ان العيان بيجي له براز او مش اكل مش مهضوم في البراز. لا، ده مش مختلف خالص. عسر الهضم او الديسبيبسيا دي كلمه لاتيني معناه ان انا ما بعرفش اكل او ما بعرفش اهضم الوجبه بتاعتي، فبيسموه ديسبيبسيا. العيان ده بيشتكي من ايه؟ يقول لك انا باكل بطني بتوجعني ويجي لي الم في فم المعده، ويشاور لك على ايه؟ على فم معدته. طيب المريض دوت المفروض بنمشي معاه ازاي؟ الجايد لاينز زي ما احنا شايفين كده قسمت العيان اللي عنده ديسبيبسيا يا اما عيان اقل من 55 سنه، وفي بعض الجايد لاينز بتقول 50، وعيان اقل من 55 او فوق 55 او عنده حاجه اسمها الريد فلاج ساين اللي هي علامات الخطر اللي احنا قلنا قبل كده. طيب العيان دوت اقل من 55 سنه وما عندوش ريد فلاج ساين، ابتدي يدور على الميكروب الحلزوني وعالجه. عنده ميكروب حلزوني عالجه، ما عندوش ميكروب حلزوني اديله علاج اسبوعين شهر وتشوف الدنيا اخبارها ايه. العيان ده اتحسن خلاص، دي التهابات وراحت لحالها. قعد شهر بياخد العلاج ولسه ما استجابش، خطوتنا الجايه منظار معده لتشخيص عنده ايه. طيب لو العيان ده بقى فوق 50 سنه او فوق 55 سنه في بعض الجايد لاينز او بعض البروتوكولات، او عنده الريد فلاج ساين، بعمل له منظار واشوف الدنيا اخبارها ايه، واعمل فحص للميكروب الحلزوني بالمنظار. ليه؟ لان فحص الميكروب الحلزوني بالمنظار ادق من الفحص العادي. طيب العيان ده طلع عنده ميكروب حلزوني بعالجه، طلع عنده قرحه بعالجها، طلع ما عندوش حاجه خالص بنسموها معده عصبيه، وليها طرق تانية في العلاج بجانب دواء المعده العادي. طيب دي برضو جايد لاين جديده للديسبيبسيا زي ما قلنا او عسر الهضم. بيتكلموا هنا ان العيان لو اقل من 50، في دراسات قالت 55، في دراسات قالت 50. طيب ما نيجي ناخد عيان. المريضه دي 63 سنه، فيميل ست، عندها ضغط سكر وعندها نقرس. جت بايه؟ كل ما باكل بطني بتوجعني وما بعرفش اكمل الوجبه بتاعتي، وعلى طول بحس بامتلاء بعد الاكل. طيب ما عندهاش حموضه، ما عندهاش وجع سبيسيفيك، يعني بتقول لك انا الحته دي بحس انها مش مريحاني، لكن وجع او مغص لا. ما بترجعش، مفيش نزول في الوزن. تمام. عملنا التحاليل لقينا مفيش ميكروب حلزوني. عملنا تحليل الهيموجلوبين لقينا ان في انيميا، هيموجلوبينها 10. 10 دي قليله بس مش قوي. طيب الدكتور، هي راحت للدكتور هو اللي عمل لها الحاجات ديت، اداها علاج للمعده. الفتره الثانيه الثالثه بقى لها اكتر من 6 شهور بتاخد علاج ومش مستجيبه للعلاج. طب ايه الحل؟ الحل اللي هنا هيبقى منظار المعده. طب ايه علامات الخطر عند العيانه دي؟ واحد، السن، سنها 63 سنه يعني فوق 55. اتنين، عندها انيميا، هيموجلوبينها فوق 10 اقل من ال 12. تالت حاجه، خدت العلاج ومش مستجيبه ليه. دي 3 حاجات بتخلينا نفكر لا انا محتاج اعمل منظار معده عشان اعرف انا عندي ايه بالظبط. عملنا منظار المعده للمريضه ديت واكتشفنا الاتي. لقينا الورم ده موجود جوه المعده، مالي جدار المعده زي ما انتم شايفين كده. عملنا الطفل الضوئي عليه، الورم للاسف خبيث، بس حظها الحلو ان الورم ده داخل جوه جدار المعده مش خارج جدار المعده، فبالتالي حلها الجراحي كان ممتاز. شلنا الجزء ده من المعده وعملنا وصله ما بين الجزء الباقي والامعاء، والعيانه تم انقاذها لانها اكتشفنا الموضوع بدري والحمد لله عدت على خير. لكن حظها حلو ان الورم كبر لجوه المعده ما كبرش بره، وده كان الميزه. يعني دي كانت ممكن تتشخص من اول مره لو اتبعنا البروتوكول، اتبعنا الجايد لاينز، ان هي فوق 55 سنه وان هي عندها انيميا، فلازم ادور. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم ويكون استفدتوا يعني ايه ديسبيبسيا وازاي اتعامل معاه.